حبيت شوبير او كرهت شوبير مش هتفرق كتير، بس الراجل ده هو الراجل الوحيد اللي بيدافع على النادي الاهلي في الاعلام المصري ضد الحملات المسعوره اللي بتتكلم كل يوم وكل ساعه وكل دقيقه عن اوضه لبس النادي الاهلي وعن مشاكل موجوده في اوضه لبس النادي الاهلي. في ايه يا جماعه؟ هي اوضه لبس النادي الاهلي دي فرن؟ يعني جوه اوضه لبس النادي الاهلي في فرن واللعيبه قاعده جواه؟ في ايه يا جماعه؟ ما تهدوا شويه، اهدوا شويه، اهدوا شويه. انا عارف ان انتوا بتكرهوا الاهلي والله، والله العظيم الاعلام الزملكاوي مسيطر على الاعلام الرياضي المصري كله وبيكرهوا الاهلي وعمالين يبثوا اخبار كلها كذب في كذب، وعمالين يبثوا اخبار واشاعات عن اوضه لبس النادي الاهلي علشان يهدوا النادي الاهلي، والراجل ده الوحيد اللي في الاعلام اللي بيتصدى لهم. علشان كده هم عايزين يخلصوا منه، علشان كده هتشوف كل يوم شكوى ضد شوبير، علشان كده هتشوف ان هم عايزين يخلصوا منه باي طريقه بس مش عارفين. عارف ليه؟ عشان ده الوحيد اللي بيدافع عن لعيبه النادي الاهلي وعن المدير الفني للنادي الاهلي وبيحاول يعمل استقرار في الفريق. اتعادلت اول ماتش في الدوري، مش نهايه الكون، بتحصل في اي حته في العالم. ليفربول لسه خسران الدرع الخيريه من كريستيان بالاس اللي ما عملش اي صفقه، وفريق مغمور في انجلترا خسران منه درع خيريه، وليفربول جايب صفقات بسم الله ما شاء الله، وليفربول بطل الدوري الانجليزي. والله بتحصل يا جماعه، عادي يعني، مش نهايه الكون. نطلع نسمع الشناوي هيمشي في يناير، الشناوي متضايق انه قاعد دكه، طبيعي اي لاعب يتضايق انه قاعد دكه، بس مش هيمشي في يناير يعني. وبلغ محمد يوسف انا ماشي في يناير. امام عاشور رافض ان هو يمدد عقده وعايز يتساوى بزيزو وتريزيجيه. ديانج رافض ان هو يجدد علشان ما بيلعبش والمدير الفني مهمشه. واخبار كتير واشاعات كتير عن الفرقه، والمدير الفني هيمشي ويرحل عن النادي الاهلي. هيمشي ويرحل عن النادي الاهلي بعد مباراه واحده، بعد تعادل. في ايه يا جماعه؟ اخبار كلها كذب في كذب. ونطلع بقى نقول بقى شوبير حارس المرمى اخطا في الجون الاولاني وكان المفروض يعمل كذا. انا ما عنديش مشكله تقول شوبير اخطا، بس انت بتطلع كل يوم في القنوات عمال تقول شوبير اخطا، شوبير اخطا، شوبير اخطا، والشناوي زعلان في ايه؟ شوبير بقى هنا بيقول لك ايه بقى يا سيدي؟ في ناس ملهاش علاقه بالاهلي بقى لها يومين شغلها الشاغل الاهلي واحمد شوبير. يومين بيتكلموا عن شوبير ويومين بيتكلموا عن الاهلي. اصل الكره طلعت، الكره نزلت، الكره وقفت، الكره طارت، الكره قعدت، الكره نامت، الكره ريحت. ما انت كنت مدرب وكان في مصايب بتحصل. طبعا هنا يقصد الكابتن طارق سليماني. الكابتن طارق سليماني يا جماعه كل ساعه وكل دقيقه وكل يوم بيطلع في القنوات بينتقد في مصطفى شوبير على غلطته في الهدف الاولاني، وعمال يقول ان الشناوي زعلان وان الشناوي كان لازم هو اللي يلعب، وعمال بقى دايس بنزين جامد في الحته دي. فشوبير بيرد عليه بيقول له ما انت كنت مدرب حراس مرمى وكانت الاخطاء دي بتحصل يعني وانت موجود يعني. ايه المشكله يعني؟ حارس اخطا، ايه المشكله يعني؟ مش نهايه الكون يعني. وحارس لسه واعد، حارس قدامه لسه كتير، حارس لسه الخامه بتاعته مبشره جدا، فعادي يعني. ايه المشكله؟ لكن نطلع بقى نقعد نهد في الفرقه وانت كنت محسوب اصلا على النادي الاهلي. والله يا جماعه الراجل ده لولا في الاعلام المصري النادي الاهلي ما كانش هيبقى له اي صوت في الاعلام الرياضي المصري.